أعزائي المستمعين، صباح الخير أو مساء الخير حسب التوقيت اللي هتفتحه في الفيديو. هنتكلم في محاضرة النهاردة عن الأهرامات. للأسف عند الحكم على الأهرامات بنبدأ من نقطة الإمة، وهو الهرم الأكبر. ولازم نعرف إن الهرم ما ظهرش مرة واحدة، أو عشان نبسط الكلام إن المصريين القدماء ما جت لهمش فكرة بنى الهرم فراحوا بنوا الهرم الأكبر على طول. ولو إحنا معتقدين كده فبكده بنحكم بطريقة خطأ، وعشان كده بنلاقي إن الأجنبي بيحكم على الحاجة اللي شافها قدامه بس، على المرء بس حاليا أمامه، واللي هو الهرم الحالي. لكن احنا مهمتنا حضراتكم نعرف غيرنا المراحل اللي مشي بيها الهرم من البداية لحد ما وصل لوضعه الحالي. وده لأن الهرم مر بمراحل كتيرة جدا فاشلة تجريبية لحد ما وصل لوضعه الحالي. وعشان كده بنبدأ إن فكرة الأهرامات ظهرت معانا بداية من عصر الأسرة الأولى. فبنجد إن ملوك سقارة وأبيدوس بنوا مقابرهم، واللي كانت بتتبنى على هيئة مصاطب من الطوب اللبن، وكانت كل مصطبة بتعلوها عدد من الدرجات وبتصل ل 14 درجة، كل درجة منها من 30 ل 50 سم، وعشان كده بتصبح المقبرة مدرجة. ولما جينا لعصر الأسرة الثانية لقيناها بقت مقبرة مدرجة وعليها درجة واحدة بس على شكل مصطبة. أما عن كلمة مصطبة، هي كلمة مصرية قديمة وبتسمى مس تبت، وبتعني مقبرة، واللي استخدمها العرب فيما بعد وأخذوها من اللغة المصرية القديمة. وده عشان مش هنلاقي كلمة في اللغة العربية بتيجي من فعل سطب، وده عشان مش بيجي عندنا حرف الصاد والطاء في كلمة واحدة أو في تكوين واحد، فتعرفت عندنا باسم مقبرة، واللي بتعني مكان الرقاد، وده معناها الحرفي. زي ما هنلاقي أسماء كتيرة جدا في اللغة المصرية القديمة ومعناها مكان الروح، وكمان هنلاقي معاني وأسماء كتيرة جدا للمقبرة في اللغة المصرية القديمة، واللي بتعني مثلا مكان الروح ومسكن والقصر ومقر الروح. فهنلاقي بعد كده إن المصطبة بقت بتاخد شكل المستطيل، وبعد كده وفي عصر الأسرة الثالثة بدأت من درجة واحدة ل6 درجات لحد ما وصلت ل8 درجات أيام حوني، ووصلت ل9 درجات أيام سخن خت، لكن ما اكتملش. ولقيناه بعد كده وصل للشكل الهرمي أيام سنفرو، ودي الزاوية النموذجية لبناء الهرم، واللي كان من 51 ونص ل 52 ونص. بمعنى إذا زاد عن كده هيبقى غير شكله ويبقى وصل لشكل محدب صغير، وإذا زاد برضه في الارتفاع بيبقى عائل إمة ومخروطي. وعشان كده نعرف إن التجارب اللي فشلت عشان الزاوية كانت 55 زي في هرم ميدوم، وبرضه فشلت في هرم سنفرو والزاوية كانت 54 ونص. ولقينا في استقامة في هرم سنفرو الشمالي واللي بقت 52 ونص. ولما التجربة دي نجحت لقينا ملوك الأسرة الرابعة زي خوفو وخفرع ومنكورع وملوك الأسرات اللي بعدهم كانوا ماشيين على نفس المنوال من زاوية 52 إلى 52 ونص، ودي الزاوية المعتدلة زي ما قلنا ده قبل كده. أما دلوقتي فهنتكلم على الأهرامات، وهنقول هل إنها اتبنت بواسطة العبيد ولا بواسطة اليهود ولا بواسطة الأيلاندز ولا بواسطة سكان غرب أفريقيا ولا بواسطة سكان قارة أطلانتس الغارقة. فلما بيختلف الأمر ويلتبس على الواحد لازم بيفند كل حاجة لصحتها، وعشان كده هفند مع حضراتكم كل واحدة لوحدها. ونبدأ أول حاجة بقارة أطلانتس، واللي كان أول ذكر ليها في مخطوطة المؤرخ بليني في القرن الثاني قبل الميلاد. وطبعا هو ذكر إنها كانت حضارة كبيرة، والحضارة دي طغى عليها البحر وغرقت، وفكرته دي جاية نتيجة لانفجار بركان حصل وقتها على سواحل إيطاليا ودمر مدينة سكنية كبيرة، والمدينة دي غرقت بالكامل. وقالوا إن المدينة دي أخذت حضارة أطلانتس وبعدين كبروها، وقالوا إن الحضارة المصرية أصلها من أطلانتس، لكن طبعا الكلام ده ليس له أساس من الصحة. تاني حاجة سكان غرب أفريقيا، واللي بيعتبروا من نهر النيجر وغينيا بيساو، وقالوا إن هم اللي بنوا الحضارة المصرية. وقالوا كده عشان لقوا إن القبائل دي وهم القبائل الغينية بيعملوا طقوس بتشبه الطقوس اللي كانت بتتعمل في مصر القديمة. واللي قال كده خطأ، قالوا كده عشان لقوا إن القبائل الغينية بتعمل طقوس بتشبه الطقوس اللي كانت بتتعمل في مصر القديمة، ودي حقيقة، لأن في توافق ما بين طقوس القبائل الغينية والنيجرية مع طقوس الحضارة في مصر القديمة. نفس الشيء برضو نقلته الحضارة النوبية إلى الحضارة السودانية بتوع السودان أيام مملكة مروي ونباتة. اتصلوا بسكان نهر النيجر واتنقلت العائلة بتاعتهم هناك. وعلى سبيل المثال في أثيوبيا بالحبشة وبالذات شرق أثيوبيا
بيلبسوا النقبة القصيرة لحد النهارده، وشعرهم مفلفل زي شعر الدولة الحديثة. وهنلاقي ان اللغة الجاهزية اللي بيتكلموا بيها 70% منها لغة مصرية قديمة ومفرداتها. وعشان كده عشان نقدر نجيب نص صحيح من اللغة المصرية القديمة بنعتمد على اللغة دي من مفردات جاهزية وأمهرية من لغة الأثيوبيين الحبشيين، وده عشان الاتصال مصر بينهم كان قوي جدا. تاني حاجة هم خدوه مننا وبقى ثابت عندهم، فهنلاقي ان العبري والهيروغليفي زي بعض، لغة حديثة ولغة سامية. وبعد كده هندخل على غرب افريقيا، ودول اساسا ما ينفعوش يبنوا حضارة. واذا اتكلمنا عن الاليانز واللي هم جايين من الفضاء الخارجي، فمفيش اثبات لحد دلوقتي ان حد منهم جه وعمل كده. يجي بعد كده اليهود، ودول اكتر الناس اللي اتكلموا قالوا انهم بنوا الاهرامات. فطبقا لسفر الخروج الاصحاح الاول من الكتاب المقدس، واللي بيقول: ولقد ولي ارض مصر ملك لم يعرف شعبي اسرائيل، فاستغل شعبي باعمال صخره واعمال جر احجار، فاستغلهم في بناء مدينه بيسوم ومدينه بر رامس. وبدايه من النص فاستغلهم في جر الاحجار، اليهود اللي كانوا عايشين في مصر بدءا من ايام البطالمه، وكان مؤرخهم الاولاني اسمه يوستيفيوس. ده كان عصر بطليموس الثالث، وهو اول من اشار ان اليهود هم اللي بنوا الاهرامات. والفكره انتقلت الى اوروبا في القرن ال11 الميلادي. فهنلاقي على سبيل المثال اذا اي حد سافر لبلد اوروبيه مثلا ايطاليا، فهتلاقي في سقف كنيسه القديس بطرس في روما مرسومه اهرامات الجيزه، هنلاقيها مرسومه في السقف. هتلاقي شخص بيمثل يوسف عليه السلام واقف قدامها، وده على اساس انهم كانوا بينظروا لاهرامات الجيزه انها مخازن يوسف عليه السلام. وقالوا ان الاهرامات دي اتبنت بواسطه الاله هرمس رب العلم والمعرفه، واللي هو الاله جحوتي، واللي هو هرمس عند اليونان. وقالوا ان بني اسرائيل اتعلموا التوراه من هرمس، واللي قالوا عليه ان موسى عليه السلام. وعشان كده اذا رحنا كنيسه القديس بطرس هنلاقي سيدنا موسى واقف قدامه الاله هرمس بيديه العهد القديم والتوراه. وعشان كده جات لهم فكره تقريبيه ان العهد القديم مرتبط بالاهرامات، على اساس ان بني اسرائيل وموسى كانوا عايشين في مصر وتعلموا حكمه بناء الاهرامات من الاله هرمس. وهنلاقي انه من الناحيه التاريخيه ان بني اسرائيل ما ظهروش على احداث المسرح الدولي للاحداث في الشرق الادنى القديم الا قبل القرن ال14 قبل الميلاد، وده بما يعادل نهايه عصر الانتهاء الاول وبدايه الاسره ال18، بمعنى بدايه من الدوله الحديثه. وعشان كده هنلاقي ان الاسرائيليين او اليهود جم في اواصر الدوله الحديثه، وده بيعني برضو ان ظهور الديانه اليهوديه كان في بدايه الدوله الحديثه ونهايه الدوله ال18. اما الاهرامات فهي مبنيه في القرن السادس والعشرين قبل الميلاد، وده بيعني بمعنى قبل ظهور شعب اسرائيل بحوالي 1300 سنه. وبرضه اخذوا من لوحه في المتحف المصري تسمى خطأ بلوحه اسرائيل، وده عشان الكلمه مترجمه غلط، عشان مكتوب فيها ايسر ايري، واللي معناها قبيله ايسر، لكن اليهود ترجموها خطأ وقالوا عنها اسرائيل. ولكن الاصح ان بني ايسر دول قبيله بدويه من بدو الاردن، وفي اشاره وحيده انه بتوجد برديه في متحف برلين، برديه رقم 343 بتشير اليهم باسم العبيرو، واللي هم العبرانيين. والعبرانيين معروف عندنا في النصوص المصريه القديمه من ايام تحتمس الثالث، وظهروا في النصوص معانا لحد دخول الرومان. اما البرديه اللي بتنص على وجود العبرانيين وانهم عايشين وسط الناس كسكان بترجع الى الملك رمسيس الثالث. ولما نفند كلمه بني اسرائيل واللي بتعبر عن سبط بني يعقوب وليس على اليهود ككل، ودول طائفه او قبيله كانت بتنتمي لذريه ابناء يعقوب عليه السلام. اما كلمه العبيرو فدي كلمه بتطلق على جميع سكان فلسطين الجنوبيه، وان المؤرخين العرب فسروا خطأ كلمه عبير بانهم اللي عبروا نهر الاردن، فاتفسرت من ناحيه نطق الكلمه. اما المصريين القدماء فسموهم عبير لان ده اسمهم واحنا طبعا مش عارفين معناها. اما اذا جينا المعنى كلمه اسرائيل فمعناها جند الرب او الذي صارع الرب، وده لان طبقا للتوراه واللي بتقول ان يعقوب صارع الرب فصرعه، فمن هنا قال له الرب انت من اليوم اسرائيل. وهنلاقي نفس المعنى ده برضه في سفر التكوين.
ومن هنا نعرف ان اليهود ما بنوش الاهرامات. لكن عايزين نعرف هل هي اتبنت بالصخره؟ وطبعا ما فيش عندنا دليل انها اتبنت بالصخره، وبناء على كلام المؤرخين واللي منهم هيرودوت، وهو المؤرخ الوحيد من مؤرخي الاغريق اللي عاصر مصر الفرعونيه، وقال ان بناء الاهرامات كان بيتم اثناء الفيضان بس، وان هو عاصر مصر ايام الاسره 26، وهو الوحيد اللي سمع عن مصر من المصريين الفراعنه نفسهم. وطبعا هيرودوت سجل كل اللي شافه، فكان هيرودوت برضه بيقول انه كان معاه كاهن مرافق له ولف معاه معابد مصر كلها، وانه كان معاه تفويض ملكي بيسمح له بدخول المعابد لحد ما ممكن يوصل في بعض المعابد لقدس الاقداس.